السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي الكريمات. اليوم سوف أقدم لكم وصفة رائعة جدا مبيضة جدا للبشرة، بشرة الوجه. ما نحتاجه لتحضير هذه الخلطة وهو دقيق الحمص. كما تعرفون أن دقيق الحمص يعمل على تأخير علامات تقدم السن، ومن أهمها ظهور التجاعيد والخطوط الرافعة خاصة تحت العينين وعلى الجبين والفم. يوحد لون البشرة ويفتحها جدا لتبدو أكثر إشراقة وحيوية وشباب. سنحتاج منه ملعقة صغيرة منه، سنضعها على ملعقة كبيرة من الزبادي. وسنحتاج إلى دقيق الأرز. كما تعرفون أن الأرز يهدئ البشرة من الالتهابات الجلدية مثل تهيج واحمرار البشرة، يعالج مشكلة حب الشباب، يزيد من تبييض وتلطيف البشرة وينعمها، يقشر الخلايا الجلد الميتة، ويساعد كذلك على إغلاق المسامات حيث يحتوي على النشا الذي يمتص الزيت من البشرة. نحتاج كذلك إلى المكون السحري الرائع وهي سأخذ منه كذلك ملعقة صغيرة من دقيق الأرز. وسنحتاج للمكون الثالث السحري وهو قشور البرتقال. قشور البرتقال هذه يعني لا ترميها بعد اليوم لأنها هائلة جدا جدا، لديها عدة فوائد، منها تبييض الأسنان، تبييض البشرة، يخلص البشرة من البقع الداكنة ويفتحها جدا، لأنه به فيتامين سي مضاعف، يخلص البشرة من الخلايا الميتة ويجددها، ويمتص الزيوت الزائدة التي تتسبب في ظهور البثور والحبوب والرؤوس السوداء. هنا قومي بتجفيفه أختي الكريمة في الشمس لمدة أسبوع تقريبا، وقومي بطحنه في الطحان الكهربائي لتحصلين على بودرة مثل هذه. سنأخذ منها ملعقة صغيرة من مسحوق البرتقال. سنخلط جميع هذه المكونات أختي الكريمة مع ملعقة كبيرة من الزبادي حتى تحصلين على كريمة متجانسة. هنا أظن أنني سأضيف الزبادي لتكون لينة بعض الشيء. ضعيه على وجهك لمدة ربع ساعة إلى 20 دقيقة، ولاحظي التغيير الرائع على بشرتك وتبييض وصفاء مذهل. أتمنى أن تعجبكم وصفة اليوم، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة، وشكرا.